بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والمفاجآت اللي جاي تصير بهاي البطولة مو طبيعية. في هذا الفيديو راح أقول لكم من الأندية اللي راح توصل لدوري 16، ومن الأندية راح تخرج من دوري المجموعات، ومن الأندية اللي راح يكونوا في النهائي، ومنو راح يكون البطل لدوري ابطال اوروبا هذا الموسم. الانديه الكبرى اللي راح تخرج من دوري المجموعات وما راح تقدر توصل حتى للدوري 16، النادي الاول نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد، هذول الاثنين راح يخرجوا من دوري المجموعات وما راح يقدرون يوصلون حتى للدوري 16، والانديه اللي راح توصل للدوري 16 هو نادي بايرن ميونخ ونادي انتر ميلان. اما الانديه الكبرى وانديه الجبابره اللي راح يوصلون الى نهائي دوري ابطال اوروبا، النادي الاول نادي ليفربول والنادي الثاني نادي برشلونه. اي نعم يا اخوان، هذول الاثنين راح يوصلون الى نهائي دوري ابطال اوروبا. واخيرا بطل دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، بطل دوري ابطال اوروبا هذا الموسم راح يكون نادي برشلونه. انا اعرف 100% انه كل المتابعين راح يستهزئوا بي، بس راح اذكركم بهذا الشيء.